بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إن شاء الله نتكلم في هذا الوقت عن رحلتنا الدعوية في صحبة الشيخ محمد بن حزام الفضلي البعداني إلى المناطق الجنوبية حفظه الله. فقد طلب مني عدة من الإخوة أن نشرح هذه الرحلة لما فيها من الأهمية والفوائد والحكم الدعوية. فنقول كما هو معلوم لدى الجميع أن الشيخ محمد بن حزام حفظه الله أحد مشايخ الدعوة السلفية في الديار اليمنية، وهو قائم على دار الحديث السلفية في مدينة إب، وقد نفع الله به البلاد والعباد، سواء في التعليم والتدريس والتأليف. فنحن نعرفه من دماج من أيام شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، وكان حريصا على الجد والاجتهاد في دار الحديث في دماج، رحم الله مؤسسها شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. ثم خرج إلى مدينة إب وأسس تلك الدار العظيمة. وكان في يوم السبت 10 من شهر جماد الثاني لعام 1445 هجرية قرر برحلة دعوية، وبدأها من هذه الدار، دار شيخنا الجليل نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله. وكان مفتاح خير لبقية المحافظات. وكما تعلمون كانت هنا المحاضرة له، وكان الاجتماع اجتماعا مباركا عظيما. وقد شرحت ذلك الاجتماع في مقال مختصر سميته إتحاف الكرام بشرح اجتماع مدينة دار السلام. وقد رأيتم ذلك الاجتماع المبارك الذي حضره الناس من كل مكان، وحضره المشايخ سواء من الفيوش أو من عدن أو من لحج، أو كذلك حضروا من شبوة ومن الحديدة ومن أماكن كثيرة. حضر المشايخ في هذه الدار، وكان من ضمن المشايخ الذين حضروا الشيخ صلاح العدني والشيخ أنيس اليافعي وكثير من المشايخ. وهكذا كان في استقبالهم في هذه الدار شيخنا العلامة نعمان الوتر، شيخنا العلامة سليم الخوخي حفظ الله الجميع. وكان هذا الاجتماع في هذه الدار امتلأ كما سمعتم ورأيتم المسجد والصرح ومسجد النساء، وهكذا الشوارع المحيطة بهذه الدار. وكان ذلك يوما مشهودا عظيما في هذه الدار. ثم اليوم الثاني يوم الأحد كانت المحاضرة له معلنة في الخوخة عند شيخنا سليم حفظه الله في مسجد الخير. وخوخة الخير ما شاء الله امتلأ المسجد، وهكذا الصرح، وهكذا الشوارع المحيطة بالمسجد، بالرغم أن المسجد ما شاء الله كبير، ولكن أقبل الناس من كل مكان ليشاهدوا وليستمعوا هذه المحاضرة القيمة من هذا الشيخ حفظه الله. وكانت الكلمة له في العصر في
مدينة أبي زهر عند الشيخ أحمد بن طالب الجنيد، بالرغم أن الكلمة كانت في صلاة العصر إلا أن المسجد امتلأ مع الصرح ما شاء الله، وكان اجتماعا مباركا. ثم كان في اليوم الثاني أو اليوم الثلاثاء الاثنين كانت المحاضرة أيضا معلنة للشيخ حفظه الله في مدينة الضالع في مسجد الفرقان، وكان الاجتماع اجتماعا كبيرا، حتى أن الشيخ أبا حاتم الضالعي حفظه الله قال في مقال مختصر أن هذا الاجتماع لم يحصل منذ سنوات كثيرة، منذ كان ينزل العلماء الكبار فيحاضرون في تلك المحافظة، فاجتمع الناس اجتماعا مباركا عظيما. وكان ممن حضر من المشايخ الشيخ أنيس اليافعي، وهكذا أيضا الشيخ أبو حاتم الضالعي، والشيخ محمد علي الضالعي، والشيخ أنيس الشيخ ياسين الضالعي، وغيرهم من المشايخ الذين حضروا من عدن أو كذلك أيضا من لحج ومن مناطق كثيرة حضروا هذا الاجتماع المبارك وهذه المحاضرة القيمة في مدينة الضالع. كان اجتماعا مباركا واجتماعا عظيما، وكانت محاضرة ما شاء الله محاضرة قيمة. ثم أعلنت في يوم الثلاثاء المحاضرة في دار الحديث السلفية في القريات في أبين زنجبار، إلا أنه حصل بعض الأمور فتأخر الشيخ حفظه الله عن إلقاء المحاضرة، إلا أن المحاضرة أقيمت واجتمع لها الناس من كل مكان، وكنا ممن شارك في هذه المحاضرة، وهكذا الشيخ أنيس والشيخ محمود العدني والشيخ أحمد النخعي الذي هو قائما على تلك الدار العظيمة المباركة، بالرغم أن الدار هي بداية التأسيس وهي في مكان نائي، إلا أن الناس جاءوا من كل مكان فامتلأ بهم المسجد وامتلأ الصرح وامتلأ بهم الشارع، وأنا كنت ممن تأخر في الطريق في الذهاب إلى تلك الدار، فما صليت إلا في الشارع الذي هو يعني بجانب المسجد، من كثرة الناس ومن كثرة ما جاء الناس من كل مكان، والحمد لله رب العالمين. وكانت تلك الليلة ليلة عظيمة مباركة تخللتها الكلمات، ومن بعد صلاة الظهر وصلاة العصر وهكذا بين مغرب وعشاء، وكان الاجتماع اجتماعا مباركا يفرح به كل سني. ثم كانت المحاضرة في اليوم الثاني وهو يوم الأربعاء معلنة في محافظة شبوة في الساحل، في منطقة اسمها يعني عين ما معبد. هذه المنطقة تعتبر من أواخر المناطق لمحافظة شبوة من جهة حضرموت، وهي على الساحل. وكانت المحاضرة معلنة للشيخ حفظه الله، وأيضا كنا ممن تكلم معه في تلك المحاضرة، بالرغم أن الإعلان كان متأخرا، إلا أن الناس ما شاء الله جاءوا من كل فج، حتى امتلأ بهم المسجد الجامع الكبير في تلك المنطقة الذي يعني يعتبر من أكبر المساجد في ذلك المكان، إلا أن الناس ما شاء الله جاءوا من كل مكان. كما سمعتم أن الإعلان كان متأخرا، لكن مع ذلك الناس جاءوا من كل مكان من محافظة شبوة، حتى أيضا جاءوا من محافظة حضرموت. وكانت ليلة طيبة مباركة، وكانت المحاضرة محاضرة قيمة، وكان الناس في تلهف وشوق للشيخ محمد بن حزام حفظه الله. كما تعرفون أنه يعني يعتبر أول رحلة له في هذه المناطق، وأيضا الناس يسمعون عنه خيرا كثيرا، وفي يعني محاضرات ويسمعون أيضا ويقرؤون في كتبه، فيحبون أن يسمعون منه وكذلك يرونه حفظه الله تعالى. ثم كان الاجتماع الكبير العظيم في مدينة المكلا في اليوم يوم الخميس، الذي حضره الناس من كل مكان، حضرته الجموع الغفيرة، وحضره المشايخ من المهرة
من حضرموت ومن شبوة ومن كل مكان حاضر ذلك الاجتماع. وكان الاجتماع من بعد صلاة الظهر إلى بعد صلاة العشاء، وكان في دار الحديث السلفية في مسجد العروة الوثقى الذي يقوم عليه الشيخ الفاضل وليد مقرم حفظه الله. وليد مقرم أحد العلماء والمشايخ في حضرموت، أعطاه الله سكينة ووقارا وحلما وأدبا وعلما وأخلاقا، فكان هو المقدم لهذا الاجتماع المبارك الذي كما سمعتم كان من بعد الظهر إلى بعد صلاة العشاء. وقد حضر جمع كبير من المشايخ، وفي مقدمتهم الشيخ صالح الشرفي أحد مشايخ الدعوة السلفية في الديار اليمنية، وهو رجل ذو عقل وذو علم وذو فصاحة، أعطاه الله علما وحكمة وعقلا في المكلا، فالناس كلهم في ذلك المكان يحبونه ويحترمونه، حتى المسؤولين له يعني مكانة عندهم، وكانت له كلمة في ذلك الاجتماع. وحضر في هذا الاجتماع من المشايخ الشيخ جمال بن سرور أبو هاشم القائم على دار الحديث في مدينة الشحر، وهكذا حضر الاجتماع الشيخ عبد الله بن عياش الأهدل القائم على دار الحديث السلفية في مدينة سيحوت في المهرة، وهكذا حضر سامي بعشن وكثير من المشايخ حفظهم الله حضروا في ذلك الاجتماع المبارك. وكانت ليلة كما سمعتم ليلة عظيمة، امتلأ المسجد إلى خارج، بالرغم من المسجد كبير، مسجد دار الحديث في المكلا كبير وعظيم، إلا أن الناس جاءوا من كل مكان، جاءوا من صلاة العصر ما شاء الله، وكانت الكلمات يعني مفيدات، وكانت المحاضرة للشيخ محمد حفظه الله محاضرة قيمة طيبة استفاد منها الناس، وخرج الناس في فرح وفي سرور. ثم كان الاجتماع الأعظم والأكبر الذي حضرته الجموع الغفيرة، وهو في يوم الجمعة في مدينة السلام في عتق في دار الحديث السلفية عند شيخنا الوقور الفاضل الشيخ حسن عليوة حفظه الله، القائم على تلك الدار العظيمة التي أسسها حفظه الله، ولها يمكن تقريبا 10 سنوات، إلا أنها أتت بثمارها المباركة، وتلك الدار انتشر خيرها في ربوع اليمن وخارجه. وكان هذا الاجتماع اجتماعا لا نظير له، كما قال شيخنا حسن حفظه الله بن عليوة، قال هذا اجتماع مبارك لم يحصل من قبل في هذه الدار أي دار الحديث في مدينة السلام في عتق. المسجد كبير ما شاء الله، عرضه 50 متر في يعني أو طوله في عرضه في 50 في 30، ومساحة الصرح مثله، إلا أن المسجد امتلأ ما شاء الله مع الصرح، وجاء الناس من كل مكان، جاء المشايخ الذين حضروا هذا الاجتماع، اجتماع أكثر من 25 شيخ جاءوا من جميع محافظات الجمهورية، سواء من مارب، وهكذا أيضا من بيحان، وهكذا أيضا من عدن، وهكذا من لحج، وهكذا من أبين، من كل مكان. وكان الاجتماع من بعد صلاة العصر، وكان اجتماعا مباركا، وكان الترتيب ترتيبا عظيما، ورحب الناس بالشيخ واستقبلوه خارج مدينة عتق، واستقبلوه استقبالا عظيما، وجاء الناس وجاءت المشايخ وجاءت مشايخ القبائل وجاء المسؤولون، وحضر الناس يعني من بجميع أطيافهم وأنواعهم وأشكالهم وأجناسهم، حتى امتلأ كما سمعتم المسجد مع الصرح، وكان الناس في فرح وفي شوق عظيم. وكان هذا الاجتماع هو الاجتماع الأكبر والأعظم في هذه الرحلة لأنه أعلن عنه، وكذلك الناس في إقبال وتشوق. وأيضا منطقة عتق متوسطة لمحافظة حضرموت، وهكذا مارب، وهكذا لبيحان وغيرها، وهكذا أبين، فهي منطقة قريبة للجميع
فحضرها الناس ولله الحمد والمنة. ثم كان يوم السبت في الإعلان أو الاجتماع في دار الحديث السلفية في الحوي الذي يقوم عليها الشيخ عبد اللطيف البقمة في مدينة مارب في وادي عبيدة، وامتلأ بهم المسجد مع الصرح. وهذه الدار دار عظيمة أقامها الشيخ عبد اللطيف البقمة حفظه الله، فهو يعلم ويدرس ويربي في هذه الدار. وجاء الناس من القبائل والمشايخ والأعيان وحضروا هذا الاجتماع، وكان من بعد الظهر إلى بعد صلاة العشاء. ثم أيضا كان الاجتماع اليوم الثاني يوم الأحد أيضا في مدينة مارب، المدينة المجمع الذي يسمى بالمجمع، في مسجد يعني كبير يسمى مسجد حجيرة، مسجد كبير عظيم. وكان الاجتماع من بعد صلاة الظهر، وهكذا صلاة العصر، وهكذا بين مغرب وعشاء حضره جمع كبير من الناس، من المواطنين ومن المسؤولين والمشايخ والأعيان. وكان الناس في فرح وفي شوق لهذه المحاضرة ولهذه الكلمات الطيبات الزاكيات في هذه المدينة. وهذا الاجتماع كما أخبرنا لم يحصل من قبل، يعني بهذه الكثرة وبهذا الوفود وبهذه يعني الاجتماع المبارك الطيب. ثم كان اليوم الأخير وهو يوم الاثنين أعلن الاجتماع في دار الحديث السلفية في بيحان، مدينة بيحان، مدينة كبيرة عظيمة. وهذه الدار دار أسست أيام شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، ولا زال المشايخ يعني يقومون بهذه الدار بين فترة أخرى، ويقوم عليها حاليا الشيخ وضاح البيحاني، وقد زارنا إلى هذه المنطقة وإلى هذه الدار مرات حفظه الله تعالى. وهذه الدار دار عظيمة مباركة تخرج منها الطلاب، وكذلك أيضا انتفع بها الناس. وكان الناس قبل أن تؤسس هذه الدار كان المتسلطون في تلك المدينة الإخوان المسلمون، كانوا يتسلطون على دعوة الناس، ما كانت تعرف السنة إلا يعني أفراد. فلما أن فتحت هذه الدار العظيمة وإذا بالناس الحمد لله عرفوا السنة وأجاء الخير. فكان هذا الاجتماع اجتماعا مباركا، من صلاة الظهر حضر الناس الأعيان والمشايخ وكذلك المسؤولون، وكثير من الناس حضر هذا الاجتماع من صلاة الظهر، وكان المسجد ممتلئ بهم مع الصرح. وهكذا في صلاة العصر، وهكذا بين مغرب وعشاء الأعداد أضعاف ولله الحمد والمنة. فكانت كلمات من المشايخ يعني كلمات مباركة. وهكذا كانت يعني كلمة الشيخ محمد بن حزام كلمة عظيمة، وكانت محاضرة قيمة. وممن حضر هذا الاجتماع الشيخ عبد الرقيب العلابي حفظه الله، وهكذا الشيخ عبد اللطيف البقمة وغيرهم من المشايخ. ولولا ضيق الوقت لذكرت جميع المشايخ الذين حضروا جميع الاجتماعات وهم في فرح وفي سرور. فكان بعضهم يقطع الفيافي والقفار ويتحمل المشاق والمتاعب ولأجل أن يحضر هذه المحاضرات وهذه الاجتماعات، لا لأجل شيء، إنما من أجل أولا يعني اللقاء بالأحبة وبالإخوان، وأيضا اللقاء بهذا الشيخ العالم المبارك الشيخ محمد بن حزام حفظه الله. وقد صحبت في هذه الرحلة فوجدت رجلا عظيما مباركا ذو خلق وذو دين وذو ورع وذو عبادة وذو قراءة للقرآن وذو صلاة للنوافل حفظه الله ورعاه. وهكذا هم أهل العلم، فيه الزهد وفيه الورع وفيه التواضع وفيه الأخلاق وعنده العلم. وإنك تستغرب لما أن يذكر أو يدخل في المحاضرة يسرد الأدلة سردا من الكتاب والسنة، وكذلك أيضا يختار المواضيع المهمة العظيمة التي يستفيد منها الناس، وكذلك أيضا يخرج الناس وهم في فائدة عظيمة حفظه الله. هذا يدل دلالة واضحة على ما عليه الرجل من العلم والخير والفقه، وكذلك أيضا الحكمة في الدعوة. فتجده في كل مكان أو في كل منطقة
يأتي بكلمات أو محاضرات مناسبة لذلك المكان. وكانت هذه الاجتماعات أيها الأحبة اجتماعات عظيمة مباركة تدل دلالة واضحة ما عليه أهل السنة من التراحم والتعاطف والتآلف. فأهل السنة يجتمعون وأهل البدعة يتفرقون، وأهل السنة يرحم بعضهم بعضا، وكذلك أيضا يعطف بعضهم على بعض. فأهل السنة دعوتهم رحمة. فقد رأينا أناسا في هذه اللقاءات وفي هذه الاجتماعات رأينا عليهم الدموع ويبكون لما يرون هذا الخير ولما يرون هذه الاجتماعات لهذا الشيخ المبارك. بعضهم كان يبكي ورأيناهم يبكون، فكان بعضهم يقول أين الذين يعني يتكلمون على هذا الشيخ أي الشيخ محمد بن حزام ويقولون ما يحضر له إلا 10 ودعوته ميتة ودعوته متردية ونطيحة. هذه كلمات تخرج من بعض الناس الحاقدين الذين ما عرفوا حقيقة الدعوة أو حقيقة هذا الرجل. فنقول لهؤلاء ولأمثالهم يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. حضر بعض الذين كانوا يعني تأثروا بالكلام في الشيخ محمد بن حزام حفظه الله ممن كان تأثر بكلام الناس من التنفير عنه، فحضروا لينظروا يعني كم يحضر من الناس. فحضر أناس عرفتهم أنا بنفسي والتقيت بهم، فقلت لبعضهم ما هذا؟ انظر كيف الأمور. قال ما شاء الله الأمور يعني أمور طيبة مباركة. كيف أصحابك الذين يقولون ما يحضر؟ فقال ما عليك منهم. الشاهد من هذا أيها الأحبة أن الناس يعرفون الخير، الناس يعرفون من صاحب الخير ومن صاحب الدعوة ومن صاحب يعني الذي ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. أما الكلام فالناس يعني الكلام والسب والشتم في الناس فهذا يحسنه كل الناس، العجائز الصغار والكبار وكل الناس يحسنون الطعن والكلام يعني بدون حجة أو بيان أو برهان. لكن ولله الحمد والمنة فعلماء أهل السنة ولله الحمد والمنة يقابلون الإساءة بالإحسان، فهم يقودون هذه سفينة الدعوة إلى بر الأمان. فهم ولله الحمد والمنة هم رجال هذه الدعوة يحافظون عليها كأشد من محافظتهم على أنفسهم. فهم حافظوا على هذه الدعوة وحافظوا على سفينة أهل السنة والجماعة من الغرق. الأمواج تأتي، الأمواج كما تعرفون الآن متلاطمة والفتن متراكبة والفتن عظيمة والأمواج شديدة ورياح وعواصف الفتن عظيمة جدا، إلا أن هؤلاء العلماء حفظهم الله يقودون هذه السفينة باحتراف حتى نجت من الغرق بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس بحولهم ولا بقوتهم، إنما هو بحول الله وقوته سبحانه وتعالى، لأنها دعوة الله هي الدعوة الصافية النقية التي من دخلها وجد الراحة والسعادة والاطمئنان، ومن عرفها وعرف قدرها وعرف مشايخها وعلماءها عرف الخير وعرف الدين وعرف الاستقامة وعرف سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فلهذا ينبغي لنا جميعا أيها الأحبة أن نحافظ على هذه الدعوة وأن ننشر خيرها وأن ندافع عنها وأن ندافع عن علمائها ومشايخها ودعاتها وعن دورها، فهي الخير وهي الأمن والاستقرار للشعب وللناس أجمعين، للحاكم والمحكوم، للصغير والكبير. نعم، فهذه هي دور الحديث، اجتماعات في كل مكان، في هذه الدار اجتماع، وفي هذه المحافظة اجتماع، وفي هذه المحافظة اجتماع، وفي هذه المحافظة محاضرة، وفي هذه المحافظة محاضرة، اجتماع بعد اجتماع. فاجتماعات أهل السنة ليس من ورائها إلا الخير. وقد حضر هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات مشايخ القبائل وحضرها مسؤول كبار. الاجتماعات التي ذكرتها لكم التي اجتمعنا واجتمع بها المشايخ، وهكذا أيضا كان على رأسها الشيخ محمد
بن حزام حفظه الله حضرها مسؤولون كبار، فقالوا أنتم يا أهل السنة أنتم صمام أمان للمجتمع، أنتم صمام أمان للمجتمع، خاصة المجتمع اليمني، فالناس بعدكم والناس يثقون بكم. هذه الكلمات سمعتها أنا من أحد المسؤولين، الناس بعدكم والناس يثقون بدعوتكم، والناس في راحة واطمئنان لما أنتم عليه، فمن ورائكم إلا الخير، فما رأينا من دعوتكم إلا الخير على مر العقود والسنوات الماضية. هذه الكلمات تصدر من أناس عرفوا هذا الخير، من أناس التمسوا هذا الخير، من أناس عرفوا قدر هذه الدعوة. فنقول لأهل السنة أمضوا على بركة الله، وحافظوا على هذا الخير، وحافظوا على هذا على هذا الدين، وعلى هذه السنة المباركة التي أتى بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقبل يومين، يوم الجمعة الماضية، كان اجتماع عظيم، اجتماع كبير في دار الحديث في الفيوش. أخبرني أحد الأخوة الذين حضروا قال أكثر من 10,000 الذين حضروا في هذا الاجتماع المبارك. وأيضا سيحصل اجتماع إن شاء الله في الغد في نفس الدار، في دار الحديث السلفية في الفيوش، لجميع مشايخ أهل السنة والجماعة من جميع المحافظات، اجتماع. وكما سمعت سيكون في هذه الدار، في دار الحديث السلفية في الفيوش. والحمد لله على هذه النعمة، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولولا ضيق الوقت لذكرنا لكم أكثر وأكثر، والحمد لله رب العالمين.